اوكي، انا مش عارف ابدا منين بصراحه، بس الفتره اللي فاتت دي المفروض ان نزل تسريبات لجي تي اي 6 وروك ستار للمره 29000 مثلا، وطبعا العالم كله اتكلم عن الخبر ده عشان طبعا دي حاجه مقلقه بالنسبه للمستخدمين، وده لان دلوقتي في جي تي اي اونلاين، ففي بيرشز للعبه غير ان في ستور جوه اللعبه، فممكن المستخدم يشتري حاجات، ففي بيانات لملايين المستخدمين ومعلومات لشركات طرف ثالث ممكن تتسرق، وحسابات بنوك وفلوس كتير وليله، ودي اكيد حاجه تقلق اي حد ما فيهاش هزار. بس المره دي في جروب هاكرز اسمه شايني هانترز، اكيد سمعتوا اسمهم من كام يوم اللي فاتوا دول كتير، والمفروض انهم موجودين على الدارك ويب. المفروض انهم نزلوا بوست هددوا فيه روك ستار انهم معاهم السنو فليكس بتاعت الشركه وطالبين $200,000 ويا الدفع يا التسريب، واخر ميعاد للدفع 14 ابريل 2026 اللي هو من كام يوم فاتوا. ولو ما تعرفش يعني ايه سنو فليكس، فدي باختصار الاي اي كلاود داتا اللي بيستخدمها مطورين الالعاب، وده عشان يحلل الداتا بتاعت اللعيبه، يمونيتايز اللعيبه، يتاكد من حمايه بيانات اللعيبه والشركه، يعني كل حاجه بتحصل في اللعبه في العالم عن طريق اللعيبه السنو فليكس ده بيسجلها وبيطلعها للمطور على شكل بيانات عشان تسهل عليه حل المشاكل اللي ممكن تحصل في اللعبه مع اللعيبه، ده غير طبعا حمايه البيانات بتاعتهم. المهم ان روك ستار ردت عليهم وقالت لهم امك في العشه ولا طارت، وطمنت اللعيبه ان مفيش حاجه مهمه اتسربت وبياناتهم كلها في امان، وان الهاكرز اللي سرقوه دي حاجات عبيطه ومش هتاثر ولا على اللعيبه ولا على اللعبه ولا على بياناتهم. وفضلوا ده يهدد ده وده يرد على ده، والموضوع ساخن لحد ما في الاخر عرفنا ان التسريبات دي عباره عن معلومات ارباح الشركه، وكل بلد ارباحها كام، وحاجات كلها عاديه فشخ بالنسبه لاي شركه كبيره في العالم. وطبعا اليوتيوبرز طلعوا هللوا حللوا ايه وليله، مع ان اي شركه كبيره في العالم ارباحها موجوده على النت عادي، وده عشان ليها مستخدمين ومستثمرين واسهم واطراف كتير داخله فيها سواء استهلاك او استثمار. يعني من الاخر روك ستار عملت ضجه من غير ضجه، ورسيت في الاخر على خالصه جدعان كل واحد يلعب تحت بيته، او بمعنى صح بروباجندا كدابه. وانت ممكن تيجي معاك انها تسويق، حقيقي ده فعلا في جزء منها تسويق، بس الحقيقه والكور بتاع الموضوع والواقع بيقولوا حاجه تانية خالص. لان في الحقيقه سام من مؤسسين روك ستار والمؤسس والرئيس التنفيذي لجي تي اي، وليزلي بنزز البروديوسر اللي صنع سلسله جي تي اي تقريبا كلها من اول جي تي اي 3 لحد جي تي اي 5، والرئيس التنفيذي القديم لجي تي اي، الاثنين طلعوا موجودين في ملفات إبستين، والدنيا مقلوبه عليهم من شهرين في العالم كله. ده غير ان اللي بيحصل حاليا بسبب الحرب والفضايح بتاعت امريكا، بدا يطلع كليبات بالليجو معموله ضد ترامب وجايبه ملايين، واليوتيوب والاخبار العالميه كلها بتتكلم عنها، وده بشكل ما بيعمل انفلونس لليجو اكتر، عشان قدام الناس تقريبا في كل حته بالكليبات بقاله سكه شهر مثلا. غير انها اصلا حاجه ليجاسي ومن زمان جدا، وده اللي مخوفهم عشان البساط في اي لحظه ممكن يتسحب من تحتهم. وانا ما كنتش عايز اتكلم في الموضوع ده بصراحه، بس لما لقيت انا اسف يعني اليوتيوبرز العرب وهم بيكلموك عن الموضوع ده بالذات بدون وعي، رغم ان العالم كله حرفيا عارف ايه سبب التسريبات دي، فاستفزت جدا بصراحه، عشان ما جابوش سيره كور الموضوع او قلب الموضوع الحقيقي حتى لو في نص دقيقه، عشان يخليك كمشاهد مستمتع وعارف روك ستار رايحه فين، بس في نفس الوقت تبقى فاهم الحقيقه فين وايه اللي بيتقال واتقال ليه وليه اتقال دلوقتي. يعني حاجه تخليك كمشاهد فاهم فعلا وعلى درايه بايه اللي بيحصل في العالم، والمشاهد بعد الفيديو يبدا ان هو يفكر ويستنتج، لان المشاهد اصلا بيحب كده. لكن تعاملني كمشاهد ان غبي، او انت عايز تستغباني او تبعدني تماما عن اللي بيحصل في العالم بقصد او من غير قصد عشان انت تحرق كونتنت، فدي حركه بصراحه مستفزه وشايفها غير اخلاقيه بالمره، وفي نفس الوقت بتبين لي بشكل مباشر مدى وعيك وتفكيرك رايح لحد فين. فانا وانت قبل اي فيديو لازم نراجع نفسنا، عشان انا وانت بشكل او باخر مسؤولين عن جيل كامل بشكل غير مباشر، عشان كده انت بتخرجهم عن التردد الحقيقي وبتفصلهم عن ما بين اللي بيحصل في العالم بجد وبتسحلهم في اللي بيتقال. فعشان كده انا قررت اتكلم في الموضوع ده من الكور بتاعه. ولو مش هتقل على اليوتيوبرز بعد موضوع الحلقه، عندي لكم كلمتين في الاخر واتمنى تسمحوا لي وتستحملوني فيهم. وعشان حاسس اني طولت في الكلام، فيا ريت تعمل شير للحلقه دي عشان دي فعلا حلقه تستحق انها تتشاف. وطبعا ما تنساش ان انت تعمل لايك عشان ده فعلا بيساعد. ولو اول مره تعدي علينا ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا احمد فارس، ودي حلقه هتكلم فيها عن مؤسسين جي تي اي اللي الدنيا مقلوبه عليهم في العالم كله ما عدا عندنا في العالم العربي، يعني يا سبحان الله، وايه سبب الضجه الكدابه اللي عملوها بالتسريبات اللي نزلت لهم، وازاي جي تي اي البساط بدا يتسحب من تحتها تقريبا بشكل كامل بسبب شويه شباب ايرانيين، وكلمتين اخويا لاخواتي اليوتيوبرز في كاتيجوري الجيمنج لو الشباب حابه تسمعهم. وعشان وقتي ووقتك، من فتره مش كبيره قوي انتشر انترفيو للست دي، سارة رانسوم، واحدة من ضحايا إبستين، وكانت صاحبة لينزي في 2006 اللي هو من 20 سنة كانوا في ريليشن مع بعض وبتاع. فبالتبعية اتعرفت على سام وناس تانية من إدارة جي تي اي اللي هم أصلا صحاب لينزي. المهم إن الانترفيو ده المفروض إن هو كان من 4 سنين، وسارة كانت بتتكلم عن قد إيه مرات جيفري إبستين كانت بتعاملهم وحش جدا، وده طبعا غير الاعتداءات الجنسية اللي كانت بتحصل لها. وجابت سيرة واحدة اسمها كارولين، وكانت بتقول إن ليدي فيكتوريا هارفي وهارت لوسيا
وجوز كارولين نفسه اللي هو جون كينيدي اللي كان رئيس أمريكا زمان، وأم كارولين والمحامي القديم بتاع كارولين، وناس تانية من الاف بي اي، إن كلهم كانوا بيعذبوها وبيعتدوا عليها. وقالت إن أبو كارولين وناس تانية خلوا هيلاري تمسح أكتر من 30,000 إيميل شخصي، ومعرفش هنا قصدها على هيلاري كلينتون ولا حد تاني. وقالت ان لينزي كان بيعاملها وحش جدا، وحكت انه في مره ان وهو كان قاعد معاها فضل ان هو يرمي عليها فلوس زي العاهرات كده اللي هم بيبقوا في الديسكوهات، وبعدها اعتدى عليها جنسيا وفضل يقول kids that's what drugs do، او اللي هو تحس ان هو بيكلم الاطفال وبيقول لهم ده نتيجه اللي المخدرات بتعمله. وبعدها حط نفس اللي حصل معاه ومعاها ده بالظبط كجزء من مشهد في اللعبه. وانا كفارس حاولت ان انا ادور على المشهد ده بصراحه وما لقيتهوش، بس هجيبه وهعمل عنه حلقه في سلسله المحقق. المهم انها بتكمل وبتقول ان بعد الحوار ده ان لينزي جالها واداها فلوس تيكت سفر وهو كان عارف اللي بيحصل، وقصدها على ان المشهد اتحط في اللعبه والمفروض ان اللعبه كملت عادي. وبتقول كمان ان سام كان عارف في الموضوع ده وعارف اللي حصل وعارف المشهد ده جه منين، وفكرش حتى ان هو يتكلم مع لينزي. مش هقول لك اللي هو ياخد قدامه اجراء عشان هو شغال معاه في الشركه وعمل حاجه زي ديت او اعتدى جنسيا على حد ودي جريمه وبتاع، لا هو ما عملش حاجه خالص. المهم ان الموضوع دوت حصل بعد فتره الكورونا، والناس تقريبا كانت طالعه من الكورونا مش عارف بتعبد اوكر الباب ولا ايه ما تفهمش، فاهم؟ فما حدش صدقها. وطبعا وقتها ما كانش فيه اي دليل على كلامها غير ان هي بس بتتكلم، فما فيش حد صدقها وقعدوا يمجدوا في GTA كانها عقيده مش لعبه. مع العلم ان الانترفيو ده من 4 سنين في 2022 ومحدش من روك ستار رد على الموضوع ده من ساعتها. وفي نفس السنه روك ستار خرجت ببيان رسمي بتقول ان GTA تحت الانشاء وقريب هتنزل السوق وعليها بقالنا 4 سنين، واول اعلان ليها كان من 2 سنين، وده حصل في نفس السنه اللي هو فاهم يعني لا تخلق قبل ان تقول سبحان الله يعني. وعدت وروك ستار ما ردتش والناس كده سرحت مع البروباجندا وكملوا. ولكن يشاء القدر من كام شهر تظهر ملفات إبستين، ومن شهرين الناس بدأت تدقق شوية ولقوا في صفحة 38 تحديدا كل اللي سارة قالته بالحرف، ومعاها شوية أدلة تانية كتير تثبت صحة كلامها. والدنيا من شهرين اتقلبت عليهم وبرضه محدش رد على الاتهامات دي مع إنها حساسة وجاية في السمعة. ولكن يا سبحان الله نزلوا بوست من الدارك ويب ومعرفش وصل لهم ازاي وهم مش بيدخلوا على الدارك ويب أصلا، ويا سبحان الله برضه مفيش أي مصدر من الخبر غير منهم هم بس، والباقي كله ريتيل اللي هو اول ما هم نزلوا الباقي نزل بعديهم. ده غير ان في ناس كتير من اللي شغالين مع روك ستار زي شركه تيك تو، واحد من المؤسسين اسمه ستروس زيلينيك موجود برضه في ملفات إبستين، وناس كتير في ملفات إبستين هي اللي بوظت الالعاب وخلت فيها طرق كتير ربح غير اخلاقيه بالمره. ده غير الاجندات اللي كنا بنتصدم فيها في كل جزء، والدنيا مقلوبه عليهم والناس عارفه ان حوار التهكير والتسريبات والكلام ده كله ما هو الا مجرد بس ان هم عايزين يتوهوهم ان هم اتذكروا في ملفات إبستين. ولكن يا سبحان الله اليوتيوب العربي كمل انت بقى. تاني حاجة بقى، روك ستار أصلا قاعدة مرعوبة بسبب إيران، وده عشان في شوية شباب إيرانيين فاشخين الإنترنت بأغاني سياسية ضد ترامب، وإن اللي مدورين حكومتهم بقى بتاع عياله فاشخين الواقع على الإنترنت في كل حتة، والفيديو كليبس بتاعتهم كلها بدون استثناء معمولة بالليجو. وده زي ما قلت لك في الأول إنه بيعمل انفلونس للليجو بشكل مباشر وفي العظم، وده عشان لعبة قديمة وموجود منها في الحقيقة اوريدي مكعبات ان انت تقدر تلعب بيها وتعمل بيها عالم قدامك على الترابيزة وكده، غير ان هي اصلا لعبة بقالها 30 سنة وبتتطور، والكبار والصغيرين بيحبوها سواء ديجيتال او فاندمنتال اللي هو انت بتلعبها بالبلاستيك قدامك. ودلوقتي هي قدام عينيهم على طول وجاية على هواهم، عشان بوصلة الشباب في امريكا دلوقتي رايحة للاخلاقيات اكتر من بعد حرب غزة الاخيرة، وكلمات الاغاني نفسها بتشبع لهم الاحساس ده، فتحسها ان هي بشكل ما كلها مربوطة ببعض وبتدعم الليجو. يعني ليجو تقريبا مش هتحتاج ان هي تعمل خطة تسويق لمدة 20 سنة مثلا بسبب الكليبات دي، وده عشان جايبة ملايين الملايين من المشاهدات على يوتيوب بس والعالم كله حاببها، فده في حد ذاته خطر تسويقي على روك ستار او اي شركة منافسة في العموم. وبسبب انفلونس الليجو بقى لازم يدوروا على خطة تسويق جديدة، وده امر واقع، حاجة اجباري مش اختياري، وده مش عشان يا سبحان الله خطة التسويق اتسربت ولا حاجة. وفي الاخر عايز اقول كلمتين لاخواتي اليوتيوبرز بس. بص يا شي، العالم كله دلوقتي متجه ناحيه الوعي، ومؤشر الاخلاقيات عند الناس في العالم عامه في الغرب بدا ان هو يبقى في الطالع، وانا بشكل ما من جوايا مبسوط عشان شايف ايه ربنا بتتحقق قدام عينيا، واللي هي ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. يعني بشكل ما الغرب اصلا الاسلام ابتدى ينتشر فيه بشكل كبير، وده في حد ذاته يقول لك ان في بصه اخلاقيات طالعه. حتى اللي مش متدين او مسيحي في امريكا او في الغرب عامه بدا ان هو في العموم يمسك سكه الوعي والاخلاقيات، ودي اكيد حاجه
تفرحني بكل معانيها، ولكن اللي مزعلني ان العالم بيكون رايح في حته حلوه وبيتغير، واحنا لسه زي ما احنا ماسكين في اي نحت بيتحط لنا على الترابيزه من غير ما نفكر ولا ندور ولا حتى نعرف ايه اسبابه الحقيقيه. حتى لو عايز تعمل من اللي اتحط لك على الترابيزه دوت حلقه وجو وبتاع، فالمشاهد هيتقفل منك خالص لما يعرف ان كل اللي انت كنت بتقوله له ده وراه اسباب تانية خالص غير اللي انت كنت بتحاول تفهمها له، ولما يكبر مش هينساها لك. وده زي ما بيحصل معانا دلوقتي في صدمتنا في بعض الفنانين القدام. فاحنا محتاجين ان احنا نكسر الدايره دي، وبشكل غير مباشر نفتح باب للمشاهد انه يبص على العالم عن طريقنا لما نوضح له الصوره كامله، مش اللي يتحط لنا على الترابيزه نحطه لهم وعليه شويه كرنج من غير ما تدور واسمه كونتنت وخلاص. فالموضوع ده بصراحه زاد عن حده قوي، وانا كده كده قاعد مش هحل. وده عشان انا وانت على نفس الخط، بس مش انا وانت بنبص على نفس الحاجه. وتقريبا انت كده فهمت انا ليه كنت بتحارب بشراسه في سيكولوجي بالعربي. اشوفك الفيديو الجاي. وشكرا لو وصلت لحد هنا في الفيديو. فلو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تعمل لايك، ولو عجبك قوي ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس، ولو عجبك قوي فعليكوا على الكومنتات بقى بص انا ماشي بعلاج. وما تنساش تتابعني على الانستجرام، هو معلهوش صور بس على طول هناك بنعمل استطلاعات رأي عن الحلقات اللي هتنزل في المستقبل. وبس كده، سلام.